رونالدو لكن قلبت على مين؟ على قحطه. لقائد الفريق وصلت هذه لعبته في برشلونة، لعبته. اياه بشكل جديد ما بين الله يا ابو الشوطين ايضا. يا سلام يا ابو خميس. بعد المباراة ضايع وتسلل، كرة ترجع لمصلحة فريق شانكس. شوف مو بعاجبه القرار مو بعاجبه 3 متر الياباني مرة ثانية في داخل منطقة الجزاء. أول الأهداف يأتي عن طريق الهوفمان. هو من يسجل الآن على طريقة رونالدو بنتيجة المواجهة. أندرز هوفمان يسجل هذه الكرة، هذه المحاولة دخل هوفمان. يا سلام يا سلام. الياباني لا هوفمان لا الياباني صح. فله بعد اوفسايد. هذا منتهي يا ابو فله. اوفسايد يا ابو فله، يعني لو مخليه اوفسايد احسن. هازارد اللي اعتز الله عدت على خير. بعد هو اليابان ياخذ مكان روبرتو كارلوس في اللحظات. بيل المتعة بنفس الاحتفالية اي والله بنفس الاحتفالية كاكا، وتشعر حتى من خلال الاحتفالية يستشعر قيمة الفرح اللي موجود في المدرج بالضبط. لذلك تلاقيه يفرح يستانس بالهدف اللي سجله، ولو انها مباراة لإحياء الامل، مبادرة خيرية، لكن ايضا يحتفل مع الزملاء. كاكا اوي الثاني لفريق بوفلا. وين سكت بوفلا اليوم؟ وين راح صج؟ بوفلا هناك موجود؟ بوفلا موجود. اللي سجل ايمان اس في 2 اعتقد، ايمان اس في 2 او 99 ما ادري مين 99 بالضبط. وما خليت حفل ما رحت، وما خليت فيديو ما رحت. هذه كرة دروجبا، تكنيك موجود، وصلت سهلة. محتوى مو بالضرورة ان كرة. يا سلام ديفيد فيا يسجل التعادل لفريق تشانكس بتسديدة حلوة من خارج منطقة الجزاء. الهدف له ذكريات هذه. شوف لعادة، شوف لعادة. الله ويسدد كرة مثل هذه في المرمى. عموما دقيقة أخيرة، هدف ثالث يأتي لمصلحة فريق تشانكس الآن عن طريق جاست. هو من يسجل في اللحظات الأخيرة. جاست رياض يسجل ويتقدم مع نهاية شوط المباراة الأول. سبيد ما احتفل. الحين واقف. توجه لهم دعوات أيضا مستوى أندية أوروبية وكبيرة. نعم. كله عن طريق صناع المحتوى اللي صار لهم دور كبير جدا، واليوتيوبرز اللي صار لهم دور كبير. هذه صارت في الدوري الاسباني وفي حتى السكاي بوكس. تشوف السكاي بوكس هناك فل. اي والله سكاي بوكس فل. ضربة جزاء بوفلا. ركلة جزاء لبوفلا. يعني هذه المباراة اللي تقول نبي تذاكر ما تحصل. والله صعيب والله. على تنفيذ ركلة الجزاء للتعادل بوفلا. أخيرا حركة ميسي يقهر في اسمه كريستيانو ميسي. عمل دمج ميسي وكريستيانو الثنتين، الحركتين مع بعض. يا سلام عليك ابو فله. لا وهذه الثالثة مالت قرناتشو بعد. هو يدري هذا الشيء المميز اللي عندنا، وفي ناس لا. انا بتكلم يعني في ناس. الله دروجبا
ديديه دروغبا يضع بصمته هنا في هذه المواجهة ويتقدم بنتيجة. يطلعوا بين الشوطين. ايوه بين الشوطين لحين ما رجعوا لان زحمه. جول جول احتسب. الله 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 ما شاء الله الكاميرات. اوه كل واحد مع التيم ماله ومع قناته. والله تيم وقناه وكل شيء. قناته هو نفسه يعني يسجل. شوف اللي لابسين اصفر هذا كل واحد تبع. شوف كلهم أيوة. ما شاء الله. جامعي بس ما ادري للحين ولا لا، لكن هو طلع لاعب وهنا. الله يا سلام الله. هازارد ودمرته الاصابات في مدريد دمرته الاصابات. شوف ترى سمعه موجود تحت، اعتقد يمكن راح يطالب فيه سمعه. ما راح يسوي معاه لقاء لانه زعلان. تعليم فوق الجميع. عمل راح. الله برافو. استمتع. شنو قال؟ عيب على راسه. طق على راسك حي الياباني. طق على راسك. تايو كيمورا. جاي هذا كله ما خلى شيء كله سهل. اللي يبدو بأنه سجل السابع. شانس. اوبا يا شانكس. متسلل شانكس. خسارة الاحتفالية. لا اوبا يا شانكس. متسلل شانكس. خسارة الاحتفالية. لا دروغبا. يا سلام عليك. دي دروغبا. يا سلام. يسجل بطريقة جميلة جدا وبذكاء كبير جدا بالنسبة لدروغبا. هنا بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. أهلا وسهلا بكم. النهاردة بقى هنعمل كفتة اقتصادية جميلة جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم؟ هنعمل النهاردة مع بعض طريقة سهلة جدا جدا لكفتة البطاطس باللحمة المفرومة. طعمها حلو، اقتصادية، بتعمل معاكي ما شاء الله كمية كويسة. ممكن كمان تفرزيها. هوريكم ازاي انا بفرزها عندي في الفريزر، وكمان لو هقلي منها واحمر منها شوفوا شكلها بيكون عامل ازاي. احلى بكتير وبديل للبانيه والحاجات الكتير اللي احنا بنشتريها جاهزة من بره. حاجة كده صحية وفي نفس الوقت اقتصادية وجميلة. عندي هنا حوالي 4-5 بطاطسات كده، وعلى حسب حجم طبعا البطاطس. بدأت ان انا سلقتها كده وبدأت اهرسها كويس جدا بالهراسة. عندي هنا طبعا فيجيتار، وعندي هنا لحمة معصجة كانت موجودة عندي بتاعت اي حاجة هستخدمها مع الكفتة بتاعتي. ما ننساش طبعا الكفر اللي احنا هنعمله كفر بالفيجيتار او بالخلطة اللي موجودة عندك اللي هتستخدميها للكفر. عندك كريسب استخدمي، عندك اي خلطة استخدميها، مفيش اي مشكلة خالص. هنهرس كده البطاطس بتاعتنا بالشكل ده. خلاص كده انا اتأكدت انها تمام اتهرست معايا، بقت جاهزة معايا كده زي ما انتم شايفين. هعمل ايه بقى؟ هجيب كده